شفتوش الهنا اللي احنا فيه؟ بيان الداخلية بيقول لك ان سوزي الأردنية اللي ما كملتش 20 سنة الغلبانة الصغننة بتخسر يا دوبك 15 مليون عن طريق ان هي تشتري بيهم شقق وعقارات. واخونا مداهم ان لسه من سنتين ثلاثة كان قهوجي غلبان، مع احترامي للشغلانة بس من اين لك هذا، بيلعب في 65 مليون وجاب بيهم حبة عربيات وموتوسيكلات وعمل شركة وهمية. بس اللي جاي انبهكم ليه ان دي فلوس مكسبهم، النسبة اللي طلعت لهم من الارباح من الغسالة الكبيرة. مش هم بياخدوا من الوكالة نسبة والفلوس بترجع للوكالة، والراجل صاحب الفلوس اللي كان جاي يغسل عندهم يبقى دخل قد ايه اذا كان ده بس النسبة اللي اتحصلوا عليها؟ اللي اتغسل عن طريق لايفاتهم قد ايه؟ اكيد مليارات. بس عندي سؤال تاني عايز اسأله، الا فين الوكالتين الكبار اللي مشغلين هؤلاء الشباب؟ ما هو اصل دول الحنفية اللي بتنزل المية علشان الرغاوي والفلوس تنضف شويتين، مش كده ولا ايه؟ ارجو برضه الانتباه ليهم، ربنا يكملها على خير. بس يا ريت ما ارجعش الاقي ناس داخله تقول اصل هي غلبانه، دي طفله ما تعرفش بتعمل ايه، ولا اللي هو مداهم يعني كان عمل ايه زياده على الناس بتعمله. ما هو ده الفخ اللي احنا وقعنا فيه، عملوهم نجوم ومشاهير والناس بقوا بيهم معجبين، ولسه في ناس قاعده عنهم مدافعين. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟